كلنا كأمهات حرفيا في أيام المدارس بنكون بنجري ورا نفسنا، وبنكون عايزين نعمل غدا بسرعة جدا. ويا سلام بقى لو يكون طعمه حلو ويفتح النفس وكله كمان في حلة واحدة. ده بقى اللي احنا هنعمله النهاردة. هنعمل غدوة حلوة جدا. عندي حلة على النار فيها حبة من الزيت، وقطعت البصل مكعبات صغيرة وهضيفه كده على الزيت وهشوح فيه تشويحة حلوة. هقلب البصل كويس جدا مع الزيت لحد ما لونه يبدأ يشف ويبدأ لونه يغير ويبقى معايا بالشكل ده. هحط له ربع معلقة صغيرة من هريسة الشطة، وهقلبهم كويس جدا برضو مع البصل. ما بتحبيش الحار او مش متوفر عندك، مش مشكلة، ما تضيفيش فلفل حار. وبعد كده هحط مكعبات السجق اللي انا مقطعاها مكعبات صغيرة، وانا مقطعة السجق مكعبات صغيرة وهو متلج، علشان اضمن ان هو يتقطع معايا بكل سهولة وما يتهرهدش معايا، ويكون بعد التسوية حتى محتفظ بشكله. هقلبه بقى تقلبتين كده، وهسيبه مش هقلب فيه كتير لحد ما السجق يبدأ لونه يغير ويبدأ ياخد لون التحمير. هحط له فلفلاية خضرا متقطعة مكعبات صغيرة، تشويحة بسيطة لحد ما يبقى معايا باللون ده. أول ما السجق يتحمر ويبدأ لونه يغير وينزل كل طعمه وكل نكهته في البصل والزيت والبهارات والفلفل الأخضر اللي احنا حطيناه، هحط له معلقتين كبار من الصلصة، وهديلهم برضو تشويحة علشان اتخلص من طعم المادة الحافظة اللي بتبقى موجودة في الصلصة. تشويحتين كده، حاجة بسيطة بس. وبعد كده هبدأ بقى أضيف المكرونة من الكيس على الحلة على طول، من غير سلق ومن غير أي حاجة خالص، وهديلها تقليبة وتشويحة حلوة جدا. ومش هضيف أي حاجة ولا أي مكونات تانية غير لما المكرونة تسخن معايا، وده اللي هيخليها ما تتكسرش وما تعجنش، وتكون مستوية وحلوة جدا. واهم حاجة تنقي نوع مكرونة يكون كويس ويكون جودته عالية، لان لو جودته مش عالية او المكرونة مش كويسة هتعجن معاكي وهتتهرهد خالص، لان دي احنا مش سلقينها، احنا مستخدمينها وهي نية، فلازم يكون جودتها عالية عشان تستحمل طريقة السوى اللي احنا بنعملها لها النهاردة. هضيف كمية بقى من عصير الطماطم، وهزود بمية علشان اهم حاجة تكون كمية السوائل مغطية سطح المكرونة، مغطية وش المكرونة، لان دي كمية السوائل اللي هتستوي فيها المكرونة، فلازم تكون كافية. هضيف بقى البهارات، هحط الملح ومرقة فورية وفلفل اسود وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، وهقلب كويس جدا علشان اضمن ان البهارات اللي انا حطيتها اتوزعت كلها في كمية الصلصة. وهغطي بقى على المكرونة وهسيبها على نار درجة حرارتها تكون عالية جدا، علشان المكرونة تتشرب كل كمية الصلصة وهي على درجة حرارة عالية لحد ما تبقى معايا بالشكل ده. هديلها تقليبة، بس التقليبة تكون بسيطة علشان برضو اضمن ان هي متتكسرش معايا وما تتهرهدش، وبعد السوا تكون الواحدة بوحدتها. انا بوريكي شكل المكرونة عامل ازاي، متكسرتش وما شاء الله اللهم بارك، حلوة جدا. هغطي عليها وعلى نار بقى درجة حرارتها هادية جدا، اسيبها تكمل سواها لحد ما تبقى معايا بالشكل ده. خلاص المكرونة استوت تماما وريحتها بقت مفيش احلى من كده. وغدوة سهلة وسريعة جدا، ما خدتش مني وقت ولا مجهود، كلها في حلة واحدة وفي ثواني عملت غدوة مفيش احلى من كده. ريحتها وطعمها يعني بجد جميلة، وكل الأطعمة بقى اخده من بعض، وانجزتيها في وقت اقل من نص ساعة كنت خلصتي الغدا. المكرونة مفلفلة مش مكسرة، الواحدة بوحدتها وكلها حلوة قوي، علشان انا اتعاملت معاها صح وعملت كل الخطوات اللي تخليها تنجح معايا. انا هنا بوريكي ان المكرونة الواحدة بوحدتها مش مكسرة ولا فيها اي حاجة، وهنا بقى بوريكي قد ايه هي مستوية. يعني مجرد ان انا بعملها بالمعلقة هي خلاص يعني اتقطعت معايا نصين، ولا فيها تكة سوا ولا فيها اي حاجة مكسرة ولا فيها اي حاجة مش مظبوطة، لا كانت بجد كلها مظبوطة جدا. طعم ومنظر وريحة
ووقت كمان، يعني ايه، حلوة من مجاميعه. يا رب النهاردة الفيديو يكون خفيف عليكم ويكون قدرت افيدكم ولو بحاجة بسيطة.